السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحدثكم عن واحدة من أغرب الخدع البصرية التي تخفيها الطبيعة، وبطل قصتنا هو الطائر الملكي الجميل الطاووس. جميعنا نعرف الطاووس بريشه المذهل وألوانه الخلابة، الأزرق، الأخضر والذهبي، لكن هل تعلمون أن هذا الطائر في الحقيقة لا يملك أي لون على ريشه؟ نعم، ما ترونه ليس ناتجا عن صبغات أو ألوان حقيقية، بل عن ظاهرة علمية مدهشة تسمى التلوين البنيوي. ريش الطاووس مكون من آلاف الهياكل المجهرية المعقدة، تقوم بعكس وتكسير الضوء بطريقة تجعل أعيننا ترى تلك الألوان الزاهية. بمعنى آخر، إذا نظرنا إلى الريش تحت المجهر أو غيرنا زاوية الإضاءة قد تختفي الألوان تماما. هذه الظاهرة تشبه كثيرا ألوان فقاعات الصابون أو أجنحة الفراشات، كلها تعتمد على بنية السطح وليس على وجود لون حقيقي. العجيب أكثر أن هذه الألوان لا تستخدم فقط في الجمال، بل لها دور كبير في جذب الإناث خلال موسم التزاوج، فكلما كان الذيل أكبر وأكثر تلألؤا زادت فرص الذكر في إثارة الإعجاب. في النهاية، الطاووس ليس مجرد طائر جميل، بل هو تحفة علمية تمشي على الأرض، وألوانه رغم أنها وهم بصري جعلته رمزا للفخر والجمال في ثقافات عديدة حول العالم. والآن، بعد أن عرفت هذه الحقيقة المدهشة، هل فكرت يوما في تربية طاووس، أم أنك تفضل الاكتفاء بإعجابها من بعيد؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من يحب الطيور الغريبة.